هيبه الفانيله الزرقاء مش هيبه اللي ضيعها اللاعبين، ضيعها المسؤولين. لو كان هناك مسؤولين للامانه خايفين على الرياضه الكويتيه، خايفين على مصلحه الكويت وحاطين الكويت بنص عينهم، ما كنا نوصل حق المرحله. اللاعب هو اداه للامانه، اداه تمثل منتخب الكويت داخل المستطيل الاخضر. خارج المستطيل الاخضر هذا الجانب الاداري وليس للاعب. اللاعب عليه انه يدخل داخل المستطيل الاخضر ياكل الحشيش الاخضر. احنا دائما نقول ياكل الحشيش الاخضر على اساس يجيب نتيجه، وبالفعل احنا الان بالنقله اللي قاعده تصير بالمنتخب الكويتي، صحيح ان الاخفاقات ورا الاخفاقات، ولكن احنا قاعد نشوف في ملامح منتخب. يعني التصفيات الاخيره اللي طلعنا منها، معلش انا اتكلم عن تصفيات كاس العالم الاخيره، كان في هناك بوادر روح وعطاء. يعني اللاعب الكويتي بدات ترجع مره ثانيه. يعني احنا فقدناه خلينا نقول من وراء خليجي 14 او خليجي 15، ولكن ردت قاعد ترجع مره ثانيه. هذه البوادر ليش صارت؟ لان رد مره ثانيه. يعني دائما نقول الرجل المناسب في المكان المناسب، رجع الاداري المناسب في المكان المناسب. الان مدير المنتخب الكويتي هو الكابتن اسامه حسين. لجنه التدريب الموجوده بالاتحاد الكويتي كلها اعضاء من اللاعبين القدامى، بدر حجي، عبد اللطيف الرجدان، ناهيك عن سكرتير الاتحاد الكويتي اخوي وائل سليمان. فهذه الكوكبه من اللاعبين عاصرت شنو لاعب، شنو معنى اللاعب، عاصرت شنو معنى الظروف، عاصرت شنو معنى البطولات، عاصرت اجواء البطولات. فهذه اللي يعني الشغله هذه قاعد ينقلونها للاعبين الان. الشباب الواعد الصاعد والنجوم حقيقه الكبار، فيهم لاعبين كبار. يعني ما ابي اسمي احد على اساس لا انسى احد ويزعل علي، ولكن يبقى في نجوم، ولكن النجوم هذه لابد ان تدعم بالصوره المناسبه وتلقى حقيقه الحافز المعنوي. لما يلبس فانيله زرقاء يقول انا لابس فانيله زرقاء وافتخر اني انا البس الفانيله الزرقاء، مو للاسف اللي احنا قاعد نشوفه في بعض اللاعبين وليس الكل، انه والله يقول لك انا لا، لما يقولون له تعال انت منضم للمنتخب قلت له والله انا اعتذر لظروف خاصه. شو الظروف الخاصه انت اللي تعتذر عنها؟ احمد عجب في التقرير التالي. في بلد لم ينقصه أبدا الهدافون المتميزون على مر أجياله الكروية، يعتبر أحمد عجب الاسم القادم بقوة إلى عالم المهاجمين والهدافين الكبار في الخليج العربي. وينحدر الفتى الكويتي من عائلة رياضية كروية، فأشقائه من اللاعبين الذين عرفتهم الكرة الكويتية كعبد الله ومحمد ومجبل وخالد عجب لاعب نادي الكويت حاليا، إضافة إلى آخر العنقود فيصل عجب الذي ينشط ضمن فريق نادي القادسية للشباب. وبدأ أحمد عجب مسيرته في نادي الساحل منذ عام 2004، وشهدت أسهمه الكروية ارتفاعا واضحا مع مرور المواسم ليفرض نفسه كأحد أبرز المواهب الكويتية في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي جعل عديد الأندية الكبرى تتابعه عن قرب قبل أن يتمكن القادسية من ضمه إلى صفوفه في صفقة مدوية كانت الأغلى وبلغت قيمتها 450 ألف دولار أمريكي. وشكل موسم 2007-2008 موسما مفصليا في مسيرة نجم القادسية الشاب، حيث فرض أحمد عجب اسمه بقوة في الملاعب الكويتية ليتوج موسمه كأفضل هداف للدوري برصيد 20 هدفا بعد منافسة مثيرة مع هداف النادي العربي السوري فراس الخطيب. وأمام هذا التألق اللافت للإعجاب فتحت أبواب منتخب الأزرق لأحمد عجب في 2008، واليوم وكأس الخليج 19 على الأبواب، فإن أحمد عجب يبقى إلى جانب رفيقه بدر المطوع الذي كسب خبرة لا يستهان بها في المواسم الأخيرة. يبقى هذا الثنائي حامل آمال الكرة الكويتية في تجديد تألقها على الملاعب الخليجية، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي جمدت أوصالها وكادت تعصف بكيانها العريق، والتي شكلت نوعا ما حاجزا لأحمد عجب لمواصلة تصدر ترتيب هدافي العالم الذي احتكره لأشهر عديدة أمام أسماء شهيرة على الصعيد العالمي كالكاميروني صامويل إيتو.